ده كده منظرها وهي مقفولة، وكده منظرها وهي مفتوحة. اهلا بكم متابعي قناة مزايا. جايب لكم النهاردة استعراض لامريكان ستيك او عصا قابلة للضم، اصدار جديد. هنشوفه النهاردة يعني مواصفاته ايه وطوله قد ايه وكم عقلة ووزنه كمان قد ايه. طبعا الاسامي بتاعتها امريكان ستيك او عصاية تلسكوبية. استخداماتها كتير جدا، يعني انت لو شغال في مكان امن، او مثلا بتروح اماكن مثلا فاضية كتير، بتسافر كتير، مناديب التحصيل اللي بتشيل فلوس، برضه عربيات اللي بتنقل الفلوس، حاجة زي دي حاجة مهمة معاك. مثلا بتروح الصحراء كتير، فممكن اي حيوان ممكن يتعرض لك، حتى هنا بقى في كلاب كتير في الشارع، في حاجة زي دي ممكن تنقذك او تدافع بيها عن نفسك. هنشوفها دلوقتي عاملة ازاي. سهلة، ممكن تتشال معاك في الشنطة او في جيبك، بس اعتقد في الجيب صعبة شوية لان هي حجمها كبير. ممكن الشنطة او في عربية، لو بتنقل بالعربية كتير ممكن تبقى معاك في العربية. طبعا هي بتبقى جاية بالشكل ده كده، معاها جراب، وممكن كمان تعلقها في الحزام. ولما نفتحها بالمنظر ده كده، هنشوف طولها وهي مقفولة قد ايه. طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي، طولها وهي مقفولة تقريبا آه حوالي 20 سنتي وهي مقفولة، 20 سنتي وهي مقفولة، وهي مفتوحة 65 سنتي، وهنشوفها برضو قدامكم. خليكم معايا. رجعنا لكم مرة تانية، وزي ما واضح كده عندنا في الكاميرا ان طولها 65 سنتي وهي مفتوحة، زي ما واضح كده عندكم في الكاميرا. يعني وهي مقفولة 20 وهي مفتوحة 65 سنتي. الفكرة بتاعتها ان هي عصيان او عقل كل واحدة اطول يعني اصغر، يعني مضمومة من هنا، كل واحدة مضمومة من هنا واوسع من التانية، عشان خاطر تبقى ايه، عصاية تلسكوبية وتقدر تخش جوه بعض. طريقة القفل بتاعتها بقى، انت لازم تقف عند حتة صلبة، وتقوم خابطها كده افقي من فوق لتحت كده لحد ما تقفل. طيب ايه اللي بيحكمها في القفل، او ممكن برضو نقول طريقة الصيانة بتاعتها؟ اللي بيحكمها بالقفل من تحت هنا خالص، اخر عقلة بيكون فيها زي مغناطيس قوي جدا، وبيمسك في اول عقلة. هنحاول نفتحها ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. دي طريقة فتح او فك او صيانة الامريكان ستيك، الاصدار الجديد ده. بص هنا فكرة القفل بتاعته ايه، ان هنا في كده مغناطيس قوي بيمسك في القطعة دي، اهو ده شكل المغناطيس. ودي الاربع عقل او الاربع حلقات او الاربع مواسير، كل ماسورة اصغر من التانية، وهنا قطعة مغناطيس قوية فبتمسك في الكعب ده لما بنقفل. بص ماسكة فيها ازاي. فطبعا كده هتبقى مقفولة عشان خاطر المغناطيس ماسكها من فوق. طبعا ده غير الاصدارات التانية اللي بيكون هنا فيها زي حرف في او حرف يو، بيكون مفتوح عشان خاطر يمسك العقلة الاصغر. خلاص كده سريعا هنتكلم عن الامريكان ستيك، وهي مقفولة 20 سنتي وهي مفتوحة 65 سنتي. وطريقة الفتح، اللي اما بتمسكها كده افقي وتنطرها لتحت، او تمسكها كده بص وتنطرها جامد كده. طبعا احنا لو رفعناها كده برضو بتبقى جامدة وماسكة نفسها ما بتقفلش. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اكتبوا لي في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه تاني، وشكرا.